مفارقة غريبة وصادمة في هذا العيد. الحوالي موجود ومشتت في السوق، ولكن الأسعار شاعلة فيها العافية ومطرقة المسمار. فكيفاش العرض كاين والطلب قليل والأسعار طالعة؟ مشاهدينا الكرام، هذا العام كاين واحد التوتر كبير بين داكشي اللي كتقول الحكومة في التدخلات ديالها وبين الواقع المر اللي كتعيشه الأسر المغربية. أزمة حقيقية خلات الدعم يبان بحال يالله ما كاينش. لكن شحال بالضبط عندنا ديال الحوالة في هذا السوق؟ الأرقام الرسمية كتقول باللي عندنا فائض مريح كيفوت 2 المليون راس، يعني العرض واصل ل 8 أو 9 المليون، والطلب يلا 5.6 مليون. الخير موجود والقطيع كيتعافى، ولكن واش هاد الوفرة هبطات الثمن في السوق؟ للأسف. القاعدة الكلاسيكية ديال الاقتصاد اللي كتقول إلا كتر العرض كيقل الثمن تعطلت تماما في المغرب. الأسعار واصلة لمستويات تاريخية وعمرنا شفناها، وخا العرض فايت الطلب بكثير. إذن شنو هما الأسباب الخفية وراء هذا الغلاء الصاروخي؟ كاينين 4 ديال العوامل الهيكلية اللي شعلت العافية. أولا الجفاف اللي هلك النسل، ثانيا غلاء الأعلاف وتكاليف الإنتاج، ثالثا التضخم اللي جاي من برا، ورابعا والمصيبة الكحلة هما الشناقة والمضاربين اللي كيزيدوا في الأثمنة كيما بغاو. واش الحكومة بقات كتفرج في هذا الشيء؟ الحكومة دارت تدخلات استثنائية باش تمتص هاد الصدمة وتحمي الكسابة. خرجت اعتمادات مالية إضافية ودعمات اللوجستيك وغاز البوطان باش تنقص تكلفة النقل، وعطات أوامر باش يتم إعادة تكوين القطيع الوطني. ولكن شنو دارت بخصوص الاستيراد باش تبرد السوق؟ الدولة حطات برنامج استراتيجي وجابت 300 ألف راس من أوروبا بحال إسبانيا ورومانيا، وعطات منحة ديال 500 درهم على كل حولي مستورد باش يكون بديل رخيص للمواطن. ولكن واش هادشي أثر فعلا على أثمنة السلالات المحلية؟ السوق فيه أثمنة متباينة. السرديلي عزيز على المغاربة واصل ل 80 درهم للكيلو، والبركي بين 78 و 78 درهم، والمستورد قل من 70 درهم. ورغم هادشي الثمن الإجمالي كيبقى غالي حيث الحوالة فيهم الميزان. فكيفاش هادشي كيأثر على الجيب ديال المواطن البسيط؟ تكلفة الأضحية هاد العام ابتلعت القدرة الشرائية ديال المغاربة. العيد ولا كيطلب ميزانية أكثر من الصالير ديال بزاف د العائلات الهشة، وهادشي كيدفعهم للكريدي والسلف وكاع يتخلاو على السنة، وهادشي كله وسط وفرة العرض. فكيفاش كيتم مراقبة هاد القطيع صحيا في هاد الظروف؟ من الناحية الصحية أونصا دايرة خدمة كبيرة باش تراقب جودة الأعلاف وسلامة القطيع، ومنعت ذبح 95% من الإناث بم تحافظ على النسل اللي وصل ل 20 مليون راس، وجهزت سوق مرخص بتنسيق مع الداخلية. ولكن علاش الدعم ديال الدولة ما كيوصلش للمواطن في الثمن النهائي؟ الفجوة الهيكلية هي أن داك الدعم ديال 500 درهم والوفرة كيتبخروا في مسارات التوريد، تكاليف النقل المتعددة واحتكار الشناقة هما اللي كياكلوا الفريق. والسياسات زوينة غير في الورق حيث المراقبة غايبة في المرحلة الأخرى ديال البيع. فشنا هو الحل النهائي باش نخرجوا من هذه الأزمة؟ كخلاصة مشاهدينا، باش نقادوا هذا السوق خاص استراتيجيات زراعية مرنة باش نواجهوا الجفاف، وخاص الدعم يمشي مباشرة للكساب المحلي، والأهم هو نديروا منصات رقمية للبيع باش نقطعوا الطريق على الشناقة. شكرا لكم حيت تبعتوا هذا التحليل. ما تنسوش تشترك في قناة شوف طولك باش ديما يوصلك الجديد والمخبي. تبارك الله عليكم.